عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبألف خير. توحشتكم برشا برشا، ان شاء الله تكونوا انتم توحشتوني. رجعت، والحمد لله. نشكر كل من سأل عليا وتحير عليا، ويعطيكم الصحة الناس الكل، والقناة تتواصل كان بكم وبقدرة ربي تكبر معاكم ان شاء الله. محضرت لكم العديد من الوصفات ان شاء الله تعجبكم. اليوم باش نصبروا البرقدان. ذي الفيديو طلبوه مني برشا، حبيت نوريه لكم. البرقدان اللي نعملوا به العصير. غسلته مليح مليح وشيحته نشفته بالبابيي كويسون، ونشوفوا الطريقة سهلة ما فيها حتى شيء. نختار الكعبات اللي تبدا خشينة وماذا بينا كالحمراء لسان عصفور. نحي القعمورة منا ومنا باش ما يجينيش مر بعد. وشوفوا الطريقة راهي سهلة. ناخذ السكينة متاع البطاطا ونقشر شيرة بشيرة، ما نخلي شوية قشور في الكعبة كمان، مش الكلها كيما قاعدين تلاحظوا. شوفوا مسهلها الطريقة هذه ياسر نعمل فيها انا كل عام، وكي نجي نجبدو في الصيف اي سورتو في رمضان نستحقوا ياسر العصير احنا في رمضان. معناها نلقاه فريشك بنين محلاه محلاه. هكا نخلي الكعبة كيف هكايا. هاك القشورة ذيك هي اللي باش تخلي البرقدانة تصبر في الكونجيلاتور، وما تخافوش راه ما تجيش مرة. نقص ترونشات معناها تحبوا خشينة تحبوا جويدة كيما تحبوا. بالنسبة لي أنا عندي حكة تابروير باش نصبر فيها، ولا تحبوا تعملوا المهم تكون بلاستيك أليمونتير، حكة بلاستيك أليمونتير. ما حبيتش نصعب عليكم باش نوريكم زادة تنجم راهي تتصبر، اما ما تحطوش في الساشي، ما ننصحكمش باه. شنية الطريقة اللي تخلي البرقدان يصبر في بيت الثلج؟ انك تخليه بقشور سامحوني شوية، وتاخذ السكر ونغطسها مليح 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 في السكر من الأجناب ومن كل شيرة، ونبدأ نرصف فيها في الحكة. نعبي حكتي الكل حتى لين نكمل، معناها على الاخر نعبيها ما خلي حتى فراغ. شوفوا مسهلها، معناها طريقة سهلة على الاخر، وبعد معناها تلقاها بسهولة. كدبارة كحاجة معناها تلقاها بسهولة، يجيك ضيف على غفلة ولا بس تحقق انت في الصيف سيغتو نشتاو ياسر البرقدان. علاش لا نعملوا الطريقة هذه، نكمل بنفس الطريقة ونقعد كل مرة نغطس هكاكا بالطريقة هذه. ونزيد ناخذ الكعبة كالعادة نحي منه ومن القعمورات هذوكا، ونكمل بنفس اللي بديت به المرة الأولى، ونخليكم تشوفوا كيفاش. كملت، رصفتهم هكايا، عملت جوز حكوك بركة. بالنسبة للقشور اللي نحيتها ردوا بالكم ما تلوحوهاش، راهي مهمة على الاخر. نشيحها، ما نحطهاش المهم في الشمس باش ما تكحالش. نخليها في الكوجينة، وقت اللي تبدا باش تيبس نجم نحط في الفور تزيد تيبس اكثر باش كي نرحيها طواني وبسهولة معناها تترحى. كيما نجم نخليها حتى لين تيبس بكلها وتولي قادرة باش نرحيها ونخليها نعملوا بها البرقدان، سامحوني الجاتو بكل انواعه. توا باش نوريكم كيفاش نستعملوه البرقدان بعد ما نكنجلوه. ناخذ في الروبو الترونشيت هذوكا اللي عملتهم بالسكر، والقلوب نحيها، نسيت ما قلت لكمش نحيو القلوب خاطر تجيكم مرة. ونصب ماء حتى لين يتغم البرقدان هكاكا بالطريقة هذيكا. بعد راو كي تلقاوه قوي ولا حاجة تنجموا تزيدوه الماء، ما فما حتى مشكل. ونرحيه بقشورو بك الشحمة ذيك متاعو بكلها. سي ديجا هي كلها منافع، علاش الألياف الكل منافع، ما نطيشوهاش خير. نرحيه مليح مليح مليح.
بعد ناخذ حاجة كاس قبصان كبير ونصفيه، تحبوا تصفيه وتحبوا تخليوه كيف ما هو راهو معناها يتشرب بطريقتي حسب انتوما كيفاش تحبوا. نصفيه حتى لين يخرجك اللب متاع البرقدان، وكان لقيتوه ناقص سكر ولا مر شوية مش مشكل زيدوا السكر. اللب هذاك ما نلوحوهوش، نحطوه في حكة ونخليوه في الفريجيدير نعملو بيه الجاتو، نخسروهوش هكاكا يبنن الجاتو. وهذه كانت طريقتي في تصبير البرقدان نتاع الجو. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله في فيديو قادم وبسلامة.